بص، كل قرار او اختيار بنختاره دلوقتي هنشوف نتيجته قدام، بعد اسبوعين بقى، شهر، سنة. بس المهم ان احنا هنشوف نتيجته. يا اما نتيجته دي هتدينا على دماغنا، يا اما هتفيدنا في حياتنا. فانا كنت دايما بختار ان انا ما اعملش الحاجة اللي هي بتبقى فيها مجهود. اي حاجة فيها مجهود ما كنتش بعملها. كنت بعمل ايه بقى؟ كنت مثلا اروح اشتري شيبسي ولب واقعد اسمع مسلسل، اخلص موسم كامل في يوم واحد. فكنت اجي بعد سنة واحس ان انا ثابت في مكاني ما بتحركش خالص. فالمنطقة دي مميتة، والمنطقة دي اللي أنا كنت فيها اسمها منطقة الراحة. ومنطقة الراحة خطيرة ليه بقى؟ لأن هي بتغرينا إن كل حاجة تمام، وأنت مبسوط يا عم الوقت والدنيا تمام، ولكن ده بيجي على دماغنا إحنا قدام. فهي الراحة مطلوبة وكل حاجة، ولكن بحدود. يعني أنا لما كنت بخلص موسم كامل من مسلسل في يوم، بآخر حلقة واحدة دلوقتي. فأنت عشان ترمي نفسك بره المنطقة دي محتاج أول حاجة إنك تبص لعاداتك اللي بتعملها في اليوم، وشايف إنها مضيعة وقتك وبتاكل من وقتك كتير وما بتفيدكش بأي حاجة. وانت بتخرج من المنطقة دي هتبقى حاسس ان انت مش مستريح كده ومستغرب نفسك، ولكن مع الوقت هتبقى دي طبيعتك. واللي كان مضايقني اكتر ان لما كنت بنزل شغل كنت بشتغل 8 ساعات، كان منهم ساعة راحة، يعني كنت بشتغل 7 ساعات متواصلين. ولما كنت اجي اشتغل لحاجة ليا انا كان اخر ساعتين، وبقضي بقى اليوم بقى افلام ومسلسلات ومن ابلكيشن للتاني، وضيع الوقت كله، كانت الدنيا بايظة خالص. وكنت بسمع فيديوهات على اليوطيوب كتير، بس خليك عارف ان اي فيديو هتسمعه على اليوتيوب عشان يساعدك في مشكلة، هو مش هيعمل حاجة غير انه هيوضح لك الطريق، وانت هتمشي في الطريق ده. بس هتغلط. لو ما اتعلمتش من غلطك هتفضل في نفس مكانك، انما لو اتعلمت من غلطك ممكن تعمل الحاجة دي احسن من الشخص اللي وضحها لك في فيديو يوتيوب. فالمنطقة دي خطرها ان هي بتبقى حاطاك جوه صندوق كده مقفول عليك، ما تخليكش تجرب اي حاجة جديدة، لانها بتخليك متردد انك تجرب اي حاجة جديدة، وده بيضيع عليك فرص كتير. فانت دايما وازن بين وقتك جوه المنطقه دي ووقتك براها، وانا بحاول ان انا اديها اقل وقت على قد ما اقدر، لاني ما بستفدش منها بحاجه غير اني بجلد ذاتي بس لما بقضي وقت فيها كتير. وفي مقوله بتقول ان حياتك بتبدا في نهايه منطقه الراحه، اللي هو انت اول ما تطلع من المنطقه دي الحاجات اللي بتبدا تواجهها بقى وتخليك قلقان، هي دي حياتك اللي لازم تواجهها. وبكده نكون وصلنا للنهاية. فلو استفدت بأي حاجة اضغط لايك واشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. ولو مريت بفترة كانت منطقة الراحة دي مأثرة عليك جدا، وبعد ما خرجت منها حياتك بدأت تتغير، تقدر تشارك في التعليم. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.